تخيل انت واحد كده كبير، كل حاجة انت بتعملها حد بيصورك. طب انت على الاقل هتقدر تقول لا. الاطفال دي من ساعة ما اتولدت مش فاهمة ايه اللي بيحصل، بيتصوروا 24 ساعة. بصوا يا جدعان، معانا موضوع كده مختلف جديد، موضوع الجوازات على ابلكيشن تيك توك. تمام. الدنيا دايره ازاي بقى؟ دايره ان الادمن مدورها، بمعنى ان يخش له داعم مطنوخ مثلا، يروح رامي عليه شويه هدايا حلوين، يروح مناوله من البنات الولايه الغلابه بنت بنتين، يقول لها انا برجح لك فلان. تمام. والمعلم الداعم ده بقى، ما هو رميله شويه هدايا محترمين، فيبتدوا يناولوا البنات، وهو ما يعرفش ان ربنا قال الدنيا كما تدين تدان. تمام. الدنيا كما تدين تدان، وطبعا هو طبعا مدان. فيجي واحد انا زي انا بقى، مش بقى على الدنيا، هو قليل الادب، انا بقى اللي هدينه بقى. ما هو بص، قال لك يا فرعون ايه فرعوني؟ قال لك ما لقيتش حد يلمني. البني ادم ما بيختشيش غير اما، ومش عايز حد يكلمني يجي يقول لي ايه يا جماعه انصحوا الناس دي الاول. يعني انا لو عايز دلوقتي تقول لبني ادم ان انت بتغلط، روح وانصحه. الناس دي يا باشا اول ما بتخش لها وتروح تنصحها، محدش هيبص في سحنتك، هيكيفوك ويلبسوك كمامات. وجربنا مع مليون حد قبل كده، يعني ده مش اول حد نعمل معاه الموضوع ده. جربنا مع مليون حد ان احنا نتعامل معاهم وننصحهم بالحسنى ونتكلم بالحسنى مرة واتنين، وبنتصمت وبنتكيف وبنتحذر. فمحدش كلمني بقى غير بص، العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم. الناس دي بتيجي على مين؟ بتيجي على بناتنا عشان مقابل الدولارات، يبقى احنا نيجي على بناتنا. هي دايرة كده اهو، كله بما يرضي الله يا معلم. اهو العيال الصغيرة ديت لازم امهم تعرف ابوهم بيعمل ايه، هي اتخلعت اكيد منه، هو اللي بيربي العيال. تمام. فلازم حماته واهله وناسه يعرفوا ايه الشخصيه اللي قدامنا ديت شخصيتي. العيال ديت يا جدعان لازم يرجعوا لامهم، ولو عايشه امهم معاهم تحاول تخلع منها. هي الدنيا دايره على كده اهو. تمام. اهو بيخلي حتى الاطفال تعمل لها تيك توك وبتاع وكده، بيستغل كل ما هو يجيب فلوس. اي حاجه بتجيب فلوس هو بيستغلها، اطفال بقى، عيال رضع، بنات، المهم ان انا اجيب فلوس، ده الاهداف. اهو المعلم اهو، بص البيت قد ايه استغلال للاطفال عشان تجيب الدولارات وتجيب الفلوس. بيخلي العيال تجيب الدولارات من وهي بيبي، فمحدش يجي يكلمني يقول لي بتيجي على اطفال ولا بتيجي على عيال ولا انا ما باجيش على حد غير اما بيكون يستاهل قطعا. تمام. ده بني ادم يستاهل وقاعد يصطاد في النسوان كمان، يصطاد في النسوان. كل شويه يروح مدي واحده ادمن، كل شويه يروح مدي واحده ادمن، ما بديش غير ادمن غير النسوان بس. تلاقي المره واتكه كده وبتاع وعماله تضحك معاها الجست، يروح مديها ادمن، مسمي نفسه نور، الله اعلم بقى هو اسمه ايه الحقيقي. اهو. تمام. ودول عياله بيستغل الاطفال، اطفال بريئه والله العظيم ما لهمش ذنب، بس هو يستاهل، هو يستاهل، هو يستاهل، ابن حلال وتستاهل. وجاري البحث عنه زي وحش الكون كده متقبض عليه يا جدعان. جاري تنظيف الابليكيشنات، الابليكيشن من القرف اللي احنا بنشوفه ده. واحنا لازم نعمل مجهود مع الحكومه، لان الحكومه مش هتشوف كل حاجه يا جدعان. ما الحكومه برضو طالع عينيها في البلد كلها، هتشوف ايه ولا ايه ولا ايه. فاحنا عادي، في ايه لما نخاف على بلدنا وننظف بلدنا من الاشكال ديت؟ ما فيهاش مشكله، مش شايف ان فيها اي مشكله. مادة 2 من قانون الإتجار بالبشر جت وحددت إن الجاني يعتبر مرتكبا لجريمة الإتجار بالبشر إذا تعامل في شخص المجني عليه، سواء بالبيع أو بالشراء أو بالنقل أو بالتسليم.